الاخبار؟ ازيك عامل ايه؟ بص يا معلم، لو انت لسه اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زرار الجرس عشان كل ما انزل لك فيديو ان شاء الله باذن الله يجيلك اشعاره اول باول. وما تنساش كمان تشير اللينك ده مع اصحابك عشان نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. لو انت حد المكتب بتاعه او بالذات الكمبيوتر بتاعه هو اهم حاجه عنده، هتفهمني قوي في اللي انا هقوله ده. عارف انت لما تبقى على طول دماغك شغاله انك ازاي تخلي المكتب بتاعك مكان احسن، او انك تبتدي تنظف المكتب مثلا، او عايز يبقى فيه اكسسوارز معينه بتشتريها عشان تخلي تجربتك مع المكتب تجربه احسن او تسهل عليك الفتره اللي انت بتقضيها على المكتب، في الحقيقه انك على طول هتلاقي منتجات بتوصف الوصف اللي انا بقوله ده. والمنتجات دي كلها بتبقى معموله او محطوطه تحت بند كده انها منتجات بتساعدك او بتقول انها بتساعدك على الاهتمام بالديسك بتاعك. ولكن السؤال هنا، هل المنتجات دي فعلا بتساعدك على الاهتمام بالديسك بتاعك ولا هي مجرد سكام كبيره كده؟ ولو انت زي حالاتي برضو هتبقى عارف ان تقريبا معظم المنتجات دي بتبقى سكام او بتبقى زي من الاخر كده بلغتنا يعني بتبقى نصبايا. يعني خلينا نقول ان نص المنتجات دي بيبقى فعليا سكام او بيبقى نصبايا كبيره. يعني بالعكس انت تلاقي نفسك لابس مقالب كتيره قوي في برودكتس كنت فاكرها انها بتشتغل وطلعت فكسانه. وعشان كده انا هنا مع منتجات الاستوديو ندمان ان انا اشتريتها. اول حاجه هي البتاعه الغبيه دي، هو عايزك تركز في البتاعه دي بمنتهى البساطه. ما هي الا عباره عن ستاند بيتعلق عليه السماعه. موضوع بسيط جدا، ما فيش ابسط من كده يعني. طيب انا بالنسبه لك يا محمد، السماعه بالنسبه لي هي حاجه اساسيه زي ما انت عارف، وبالذات لو انت بتابعني من الفيديوهات اللي انا، او لو انت عارفني من الفيديوهات اللي انا يعني كنت بتكلم فيها عن السماعات، هتبقى عارف ان انا حد بيقدس التجربه الصوتيه عامه يعني. وهتبقى برضو عارف اني بستخدم سماعه نظيفه او سماعه لحد ما غاليه للكمبيوتر، عشان عارف ان الحاجه دي بالنسبه لي حاجه مقدسه يعني. فكره ان السماعه دي معرضه كتير انها تقع بسبب ان حجم الديسك اللي عندي مش اكبر حاجه، خصوصا ان انا عندي شاشتين، فالديسك اللي عندي حرفيا مساحته متاكله. فاوقات كتيره حتى المشكله دي كانت بتحصل مع السماعه اللي قبل دي، ان فعلا السماعه كانت بتقع من على الديسك كتير جدا جدا، وده فعليا اللي بوظ السماعه اللي فاتت، انها وقعت من على الديسك واتكسرت فما عرفتش استخدمها. فانا بصراحه ما كنتش حابب ان السماعه دي تتعرض لحاجه شبه كده خالص، وخصوصا انها خفيفه والخامات بتاعتها مش اقوى حاجه. فعشان كده جه في دماغي فكره الستاند. ولكن زي ما انت شايف الديسك عندي كده ما فيهوش مساحه خالص، ففكره الستاند اللي هو بيعمل ريبريزنتنج، او الستاند اللي بيبقى ليه زي قاعده لوحده كده بيعرض او بيبقى تركب فيه السماعه من فوق، ما كانتش هتبقى عمليه تماما، لان بمنتهى البساطه كان حرفيا الستاند ساعتها بقى يبقى معرض انه يقع تماما، وما كانش اصلا ليه مكان. فعشان كده جت في دماغي الفكره دي، فكره الستاند ده اللي بيبقى ملوش اي قاعده، هو فعلا بيتلزق او بيتعلق كده، فبتقدر ان انت تعلق عليه السماعه. وكنت شايفها لحد ما فكره عبقريه. ايه اللي ممكن يحصل غلط يعني؟ هي فعلا ستاند هتجيبه وهتلزقه او بالدبل فيس اللي جاي معاه والدنيا هتبقى تمام. الدنيا ما كانتش تمام ولا اي حاجه. في الحقيقه انا اول مره ركبت الستاند ده ركبته على جنب المكتب عندي، وكنت شايف ان هو ثابت وان الدنيا كلها تمام، عشان اتفاجئ ان في نفس اليوم بالليل الستاند ده خد السماعه ووقع حرفيا من على المكتب، والسماعه دي الايركابس بتاعتها بتتفك. فلما لقيت السماعه بالمنظر ده طبعا انا كان هيجي لي كنت هتشل حرفيا يعني. ولما لميت الدنيا ولميت السماعه وركبتها تاني، دورت لقيت العلبه بتاعته محطوط عليها انه معمول عشان يتعلق جنب الشاشه، يتحط في الكورنر كده في الشاشه من فوق. فعملت كده وقلت خلاص مش مشكله، لزقته تاني جنب الشاشه وعلقت عليه السماعه. وفعلا السماعه كانت ثابته قعدت 4 ايام. ولكن النهارده الصبح صحيت لقيت السماعه على الارض وبرده نفس الايركابس مفكوكه. فساعتها ادركت ان المنتج ده حرفيا ملوش اي لازمه، لانه بمنتهى البساطه ما قدرش حتى يلزق في خشب ولا حتى في البلاستيك بتاع الشاشه اللي المفروض هو بيقول ان هو معمول عشان يلزق عليه. والفكره ان البرودكت بيلزق لوحده عادي من غير اي مشكله، ولكن اول ما بتبتدي تحط عليه وزن مهما كان خفيف، يعني السماعه اللي معانا دي، السماعه دي فعلا وزنها خفيف جدا جدا، ولكن حتى على الرغم من ان الوزن الخفيف بتاع السماعه ده انه ما قدرش يستحملها وخد السماعه ووقع فعليا. السماعه بتاعت النهارده كانت معرضه انها تتكسر، ولو اتكسرت انا عارف ان مش عارف اجيب حاجه زيها تاني، او انا عارف ان انا معيش القدره الماديه ان انا اجيب اختها او حتى حاجه بنفس الكواليتي دي. فالحقيقه المنتج ده تراش جدا جدا وما تشتريهوش. الحاجه الغريبه في الموضوع انه من شركه اسمها تكنوزون، ولحد ما الشركه دي يعني هي مش كبيره قوي، ولكن هي في نفس الوقت برضه مش صغيره. يعني الشركه بتعمل ماوس بادز وبتعمل اكسسوارز للجيمنج لحد ما الكواليتي بتاعتها كويسه. فمش عارف بصراحه ازاي المنتج البشع ده موجود من ضمن البرودكتس بتاعتهم. طيب تاني منتج معانا الفرشه دي ثانيه واحده. ايوه الفرشه دي انا شفت لها ريلز كتيره جدا جدا عن انها ازاي الحل الامثل تنظف كل الاجهزه الالكترونيه بتاعتك، وانها ازاي افيشنت وبص صباح العمليه يعني حاجه في منتهى الفهم يعني يخرب بيت الجمال. ولكن في واقع الامر لما جربتها اكتشفت انها مش كده خالص. الفرشه دي الحمله التسويقيه او الماركتنج بتاعها كله مبني على انها 7 in 1 او 7 ادوات تنظيف في جهاز واحد، وبتنظف 7 اجهزه مختلفه او بتنظف الاجهزه بتاعتك ب7 طرق مختلفه. يعني حتى الايربودز بتاعتك بتنظفهم.
على ذكر النقطه دي، ففي اداه كده بتيجي معاها، بتبقى اداه بلاستيك كده بتفتح من ناحيتين، المفروض معموله عشان تقدر انها توصل للحتت الضيقه قوي جوه الايربودز. ده بقى شكلها دلوقتي، انت متخيل يا مان؟ حرفيا انا ما كنتش بستخدم الاداه دي كتير قوي، لان انا كده الايربودز بتاعتي حاليا مش بستخدمها بالشكل المستفز قوي ده، فانا ما كنتش بنضفها كتير، لان فعليا ما كنتش بستخدمها كتير، ودي النتيجه اللي وصلنا لها. انت فاهم؟ حرفيا الحته القطن اللي كانت هنا طارت، والحته البلاستيك اللي كانت هنا اتقطعت حرفيا، فما فيش. فصدقني الكواليتي بصراحه بشعه يعني. ده اول تول. تاني تول معانا هي ووتر سبراي او زي بخاخه كده جايه من الازاز، وحرفيا خلي بالك عشان ما تتكسرش وتعورك يعني. وبعد كده كي كاب ريموفر، وبصراحه الكواليتي بتاعته مش احسن حاجه، وبعد فتره بيضعف كده ما يقدرش يمسك مفتاح كويس، ولكن هو شغال يعني. بعد كده طبعا في الفرشه اللي هي من هنا دي بتتفتح، حرفيا بتنزل السلايدر ده فالفرشه بتنزل. واخر حاجه من تحت خالص زي حته من الرابر كده بتساعدك برده عشان تنظف الشاشه بتاعت اي جهاز الكتروني عندك. في الحقيقه انا مش شايفها عمليه قوي، لان هي في الاول كده بتنظف كويس وكل حاجه، ولكن في الاخر او بعد كده بعد فتره من الاستخدام، بعد فتره محترمه من الاستخدام يعني، بتبتدي توسخ اكتر ما تنظف حرفيا. فانا شايف ان الجهاز ده او ان الفرشه دي مش عمليه قوي زي ما بيتم التسويق ليها يعني، او ان غالبا الاعلانات او الفيديوهات او الريلز حتى اللي احنا بنشوفها بتوضح ان الجهاز ده فاهم صراحه العمليه، ولكن في الحقيقه هو مش كده خالص. ثالث حاجه اللايت ده. انت تباني من فتره تبقى عارف ان انا جربت بصراحه اضاءات كتيره هنا، وقعدت العب كتيره بالاضاءات عامه او بالالوان بتاعه الاضاءات يعني. هتلاقي ان انا في مثلا حاجه زي اللون الازرق اللي موجود في المكتبه ده برده واحد من ضمن الاختيارات اللي انا عملتها، وفي الاباجوره اللي منوره يعني. بص انا قعدت العب يعني بصراحه كتير في الاضاءات دي يعني. واللايت ده كان واحد من ضمن الاختراعات برده اللي انا كنت رعتها يعني. بس في واقع الامر ده ثالث واحد اشتريه حرفيا من نفس النوع ده. الحقيقه ان الكواليتي بتاعته وحشه قوي، لان الخيوط رفيعه جدا جدا، واللايت ده كان متعلق على المكتبه دي وكان بينور احمر على المكتبه، ولكن وانس ما قررت ان انا انقله من المكتبه احطه هنا جنب الدولاب، حرفيا بقى بينور نص بس يعني، نص اللايت بس هو اللي بينور. ولما دورت اكتشفت ان في سلكه رفيعه جدا جدا انفصلت من البوكس الابيض اللي بيبقى موجود معاه ده. فالحقيقه دي حاجه تقرف بصراحه يعني ده ثالث واحد اشتريه. كان عندي قبل كده واحد اصفر وواحد ازرق كانوا بيظهروا برضه في الفيديوز هنا، كلهم ماتوا بنفس السبب حرفيا او بنفس الشكل يعني. السلكه الرفيعه من دول بتتفصل من البوكس الابيض اللي بيخليك تغير الباترن بتاعتهم، فكل اللايت بيتحرق بقى. فالحقيقه الكواليتي حرفيا بشعه بصراحه. ده حاجه فعلا اتمنى ان اشتريتها. رابع حاجه الستاند ده. بمنتهى البساطه ككونتنت كريتور الستاند بالنسبه لي هو حاجه اساسيه، لاني بحتاج حاجه اثبت عليها الموبايل عشان ابتدي اصور وانا مطمن ان الفيديو بتاعي كده بيتصور يعني. عشان كده اخترعوا الستاند صح. بس لما يبقى الستاند ده اوريدي ما بيوفرش الثبات اللي احنا بنتكلم عليه، يبقى ده بصراحه منتهى الضحك. دي حاله مع الستاند ده. الحقيقه ان الستاند ده لما جربت استخدمه في تصوير ريلز حرفيا انا عانيت بصراحه. وطبعا مش هنتكلم هنا عن الكواليتي، لان اوريدي الستاند ده حرفيا انا جايبه من المترو حرفيا، وجايبه بسعر يضحك يعني، جايبه تقريبا ب 40 جنيه ولا ب 30 جنيه. فمش هنتكلم هنا عن الكواليتي، ولكن خليني اقول لك انه بيتكسر بسهوله جدا جدا، لان البلاستيك بتاعه فعلا بشع قوي. ومشكله البلاستيك هنا مش في كملمس او كاي حاجه، مشكله البلاستيك هنا في المتانه، لان يعني خليني اقول لك انه فكره ان ممكن ياخد الموبايل ويقع لو انت موبايلك تقيل شويه، دي مش فكره بعيده خالص يعني. وفي نفس الوقت برضه بغض النظر عن الخامه وبغض النظر عن اي حاجه، الستاند ده عالي شويه، فلما جيت احط الموبايل بالطول حرفيا كان بياخد الموبايل وبيقع، لان الموبايل بالنسبه له بيبقى تقيل قوي. فكده فكره تصوير الريلز بالموبايل ده حرفيا انتهت تماما، ما بقتش متاحه خالص. فاهم قصدي؟ فغالبا وبشكل اساسي بقيت بستخدمه تصوير الفيديوهات الطويله زي الفيديو ده كده. في النهايه عامه خليني اقول لك ان الانسان ما بيتعلمش ببلاش. انا مش متضايق تماما عن الحاجات اللي انا رحت صرفت عليها فلوسي وفي الاخر طلعت ملهاش اي نوع من انواع اللازمه دي خالص يعني. وبصراحه الغرض الاساسي من ان انا بشتري الحاجات دي هي اني اتحسن في الحاجه اللي انا بحبها والحاجه اللي انا بعملها، وكان كل غرضي اني بس عايز اروق على الكمبيوتر بتاعي كده واروق على المكتب بتاعي، لان ده المكان اللي انا بقضي عليه معظم وقتي حرفيا. وانا الحمد لله اتعلمت المنتجات دي مهما كانت الريلز بتاعتها بتوضح انها مفيده وحلوه وكل حاجه، هي فعليا اي حاجه غير كده. وبكده هكون خلصت كل اللي كنت عاوز اقوله. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زرار الجرس عشان كل ما انزل لك فيديو ان شاء الله باذن الله يجيلك اشعاره اول باول. وما تنساش كمان لو عايز تتابعني هتلاقي اللينكس بتاعت السوشيال ميديا بتاعتي كلها موجوده تحت الفيديو في الديسكربشن، خش وابعت لي ونبقى اصحاب. وشكرا لك جدا واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.